سلام زمي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. وكنشكر اي واحد متبع القناه ديالي واي واحد خلى لي التفاعل ديالو، هذا كيفرحني بزاف. اليوم ان شاء الله حنا في مدينه مراكش، غادي نزوروا معلمه تاريخيه. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي فما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. حنا كنتواجدوا دابا في احد المعالم التاريخيه المتواجده في مراكش، قصر من القصور التاريخيه اللي تم البناء ديالها في عهد الدوله العلويه. حنا بالضبط في قصر الباهيه. بالنسبه لثمن الدخول فبالنسبه للمغاربه كيبقى 30 درهم، اما بالنسبه للاجانب فهو 100 درهم. بالنسبه للاطفال المغاربه اللي العمر ديالهم ما بين 7 سنين و 13 سنه فهم كيخلصوا 10 دراهم، اما الاطفال الاجانب فكيخلصوا 50 درهم. وبالنسبه للمغاربه فيوم الجمعه كيكون مجانا، والاعياد الدينيه حتى هي كتكون مجانا بالنسبه للمغاربه. اما بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه فالدخول عندهم دائما مجانا. قصر الباهية كيتعد من اشهر المآثر التاريخيه في المغرب، وهو من بين اكثر الاماكن اللي كتجذب السياح في مدينه مراكش، حيث كيدخل ليه تقريبا 600 الف زائر في العام. وكيف ما كتشوفوا معايا فهو تحفه فنيه للعماره المغربيه. تم التأسيس ديالو على يد الوزير بن موسى أحمد الملقب ببو حماد. قصر الباهية هو واحد المعلمة تاريخية استثنائية في مراكش، تبنى على مرحلتين على مساحة 8 هكتار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في المرحلة الأولى تم بناء الرياض الكبير والصحن الشمالي وتوابعه، وانتهت الأشغال منها حسب الكتابات المنقوشة سنة 1866 1867. أما المرحلة الثانية فبدأت سنة 1894. قام بو حماد ابن السيموسة بالتوسيع الإقامة عبر اقتناء مجموعة من المنازل التي تم تجميعها وتحويلها إلى القصر. واستمر هذا العمل طيلة 6 سنوات، يعني بدأت سنة 1894 وصلت 1900. كيف ما كتشوفوا معايا فقصر الباهية هو عبارة عن سلسلة من الأفنية والحدائق والصالات والمباني المنفصلة. هو مميز من حيث الزخارف اللي فيه. كيتكون القصر من 4 أفنية. الفناء الأول اللي شفتوا معايا في الفيديو، وهذا هو الفناء الثاني اللي أمامكم الآن. هذا الفناء صغير، عاد باش هذا هو الفناء الثالث اللي كاين. هذا الفناء الثالث فهو أكبر فناء في القصر. في هذه الساحة الكبيرة كيبان لكم الإبداع ديال الحرفيين المغاربة. كيبان لكم خليط ديال الحرف، من النقش على الخشب الى الزليج والرخام اللي كتميز به. هاد المساحة كبيرة بزاف هنايا، وفيه كله فيه غرف. هنا كتشوفوا الابداع ديال الحرفيين في النقش على الخشب. اما الاسقف اللي غادي نشوفوها، السقف كاين السيكون في السقف، كل سقف والشكل ديالو بالنسبه للي خارج وبالنسبه للداخل اللي داخل البيوت. هنا كتبان لكم الحرفيه ديال الزليج في الارض والنقش اللي في السقف في هذه البيوت الصغيره.
وهذه هي الإطلالة من داخل الغرفة. كتطلع على هذا الفناء الكبير. هنا كاينين غرف وصالونات، داير كله بغرف وصالونات، غرف صغيرة اللي كانوا كيباتوا فيها وصالونات كبيرة اللي كانوا كيجلسوا فيها وكيستقبلوا الضيوف ديالهم. هنا كيف ما قلت لكم في السقف، فكل سقف مميز على سقف آخر، ماشي كلشي بحال في النقش. في كل فناء كيتواجدوا نافورات. جميع الأفنية اللي دخلنا لهم ضروري من تواجد نافورات في وسط الساحة. وهذا هو الحمام، حمام مغربي على الطراز الأندلسي. ملي كتدخل هذا القصر فكأنك كتسافر عبر الزمن، كتكتشف الحقبة القديمة اللي كانوا عايشين فيها الملوك المغاربة، وكتكتشف الهندسة المعمارية الرائعة ديال ديك الحقبة. العظمة ديال هذا البناء هي اللي خلاتهم يسميوه قصر الباهية. الباهية اللي جاية من اسم الجميل، واللي خلاه جميل هو التصميم ديالو المذهل. ملي كتدخل الوسط ديالو في الغرف فكأنك داخل المتاهة، ولكن هذه المتاهة متاهة رائعة. كيف ما كتشوفوا معايا في هذا القصر، فكل غرفة كتنسيك في الغرفة الثانية اللي حداها، كل غرفة والتصميم ديالها. ومن هنا كنطلعوا على الفناء الرابع. كنت قلت لكم في البداية ديال الفيديو كاينين 4 الفناءات في هذا القصر، هذا هو الفناء الرابع. بالنسبة لهذه الحدائق اللي متواجدة في القصر فهي عبارة عن جنة للمصورين، لا من ناحية التفاصيل المعمارية المعقدة، ولا من ناحية البلاط الملون، ولا الحدائق الخلابة. فانت وانت كتسرى فيه فانت دائما غادي وكتكتشف الجديد، التصاميم المذهلة. اليوم ولا كيعمل قصر الباهية كمتحف اللي كيقدم نظرة ثاقبة للتاريخ المغربي وأسلوب الحياة ديالو، وهذا كيوفر الزوار فهم التراث الثقافي الغني للبلاد. اللي مازال معايا في القناة، الا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناة فما تنساش لايك، اشتراك، وتفعيل الجرس. وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تبغوهم يعرفوا على التاريخ ديال المغرب، خصوصا الا كانوا خارج المغرب. لا